السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا وبعد طول انتظار دام من 5 مواسم وعليهم 3 أشهر زيادة، أخيرا 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 تريلر لا كاسا دي بابل نزل. Yeah. Came in 17. Damn. طبعا التريلر لسه نازل امبارح، فحبينا نعمل له مراجعة سريعة كده، يعني نشوفه مرة ما فهمناهوش، نشوفه مرة تانية ما فهمناهوش، شفناه مرة تالتة قلت لا اخلي التالتة معاكم، اتفرج على التالتة دي معاكم اشوف الدنيا ماشية ازاي. يلا نبدأ نتفرج على التريلر. يلا 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 يا عم، يلا يا عم. ولا تروح تعمل لايك الاول؟ روح اعمل لايك كده وروح اعمل لك سبسكرايب، اعمل لك شير، اي كومنت حلو كده منك. ولا بقول لك استنى، خلي الكومنت بعد ما تتفرج على الفيديو. يلا يلا. Ves las caras de aquellos a los que has fallado. Y es como si una bola de fuego te atravesara el pecho. Hemos entrado aquí para cumplir una misión, acabar con este atraco. Y eso es lo que vamos a hacer. Esperamos su señal. Dudo mucho que podamos salir de acá. Tú las sacarás de aquí. Lo prometiste y lo harás. ¡Policía! Ya saben que estamos aquí. Quiero. Y no hay nada que pueda ponerse por encima de eso. ¡Váyanse de la aldea! طبعا زي ما احنا شفنا في التريلر دلوقتي ان البروفيسور راح البنك. تمام، البروفيسور راح البنك وراكب عربيته الحمراء الجميله دي، والناس عماله تخبط، عاملين زي المظاهرات، والحكومه واقفه مراقبه الدنيا، والجيش واقف مراقب الدنيا، والبروفيسور راح جاي باصص بنظرته دي كده. طبعا احنا مش عارفين في ايه، يعني ايه بقى؟ يعني البروفيسور اتمسك وودوه البنك، ولا البروفيسور هو اللي رايح بمزاجه كجزء من الخطه وقال لهم انا هسلم نفسي، ولا ايه؟ ها ايه؟ نيجي بعد لقطة البروفيسور لما دخل البنك في الاعلان، لقينا جايبين دينفر بيعيط وماسك مراته وبيقول لها طوكيو ماتت، المازيراتي ماتت. طبعا طوكيو ماتت، ما احنا عارفين ان طوكيو ماتت، يعني احنا كمتفرجين للمسلسل من المجلد الاول عرفنا ان طوكيو ماتت، اتخدت فوق ال100 طلقة والله وكنابل، يعني ماتت، ما احنا عارفين. ولا انتوا بتأكدوا على حاجة تانية؟ يعني عايز افهم دلوقتي، ده تمويه ان طوكيو عايشة وهتفاجئونا ولازم في التريلر تشدونا عشان نتفرج رغم ان احنا اصلا هنا؟ ولا ده يعني ايه؟ يعني الجمله دي ملهاش لازمه؟ ولا دي مثلا ماشي انا مع المخرج كمشاعر مثلا ان طوكيو ماتت وان انتوا زعلانين كلكم بتموتوا وكلنا هنموت، ماشي انا متفق معاك على الحته دي، قشطه ماشي. بعد كده البروفيسور بيضحك لطوكيو، يعني طوكيو ماتت تمام، البروفيسور بيضحك لها في لقطه كده، تحس ان هي فلاش باك او تحس ان هي موجوده فعلا، بس يعني البروفيسور مات بقى وراح لها لما ماتت. ماشي، احنا عرفنا ان كده حاجه من الاتنين، يا اما مروح البروفيسور ده البنك ان البروفيسور رقم 1 هيموت ويضحي بنفسه زي ما طوكيو ضحت بنفسها او زي ما برلين ضحى بنفسه، اما الحاجه التانية ان البروفيسور اصلا، ودي هبده كده، يعني عايز تاخدها مش عايز تاخدها ما تاخدهاش، مش عارف ليه حاسه من اول ما شفته ان البروفيسور ده اصلا ظابط، والله حاسه ان هو ظابط، ودي ناس كانت مهمه مش عارفين يقبضوا عليهم، فجابوا واحد ذكي يقبض عليهم والحوارات دي كلها. ان يعني مش من كتر الذكاء ان تلاقي البروفيسور طول المواسم اللي فاتت كل ما يخش في حاجه يخرجهم. لو تاخد بالك لما الجزء الثالث نزل دولارات بالهبل على الشعب والشعب فرحان ومبسوط، هل دي هبده برضو من ضمن الهبده الاولانيه؟ بكمل الهبده الاولانيه بهبده تانية، ما تركز. يعني هل في حكومه في العالم بالهبل ده؟
وبالعبط ده وبطريقه الهروب دي؟ اظن مفيش، والله مفيش. يعني بجد هل في بلد هتخلي الحكومه بتاعتها تطلع بالمنظر البشع ده؟ ان هو ما بيفهموش. طب ما كده سهل اي حد يسرقكم لما الحكومه كده. ما تقوليش تمثيل. يعني ده سيناريو من السيناريوهين، ان مثلا الاولاني البروفيسور اصلا يطلع خلاص فعلا معاهم ومات وراح لطوكيو فبيضحك لها، والتاني زي ما انا قلت دي هبده، عايز تصدقها مش عايز تصدقها براحتك، بس انا بهبد. بعد كده بقى نلاقي البروفيسور راكب عربيه وخرج من نفق طويل وبيجري بسرعه، وبعد كده العربيه دي قابلت عربيه تانية طبعا انتوا عارفين فيها مين طبعا، زي ما انتم عارفين وكلنا عارفين وكلنا متوقعين ان هي كانت اصلا بتعمل كده كتخفيضه للبروفيسور يعني، ورافعين مسدسات في وش بعض. هو الحقيقه ما شفناش رافع مسدس في وش مين، بس طبيعي البروفيسور طبيعي يعني، ممكن هو عارف ان هي بتهرب او سلمته فرايح يقتلها، مش عارف. اللقطه دي مش باينه قوي. طبعا بعد كده هلسنكي لسه قاعد في مكانه من ساعه ما العمود وقع عليه، وهو ما كانش عايز يهرب، مش عارف ليه كله عايز يضحي، انا مش عارف. قاعد بقى وعمال يقول له ايه انت هتهربني، انا عارف انت هتهربني، عارف انت هتهربني. فطبعا حته ملهاش لازمه يعني، انتوا هتهربوا ولا انتوا هتموتوا ولا انتوا ايه يعني. الكاتب بتاع المسلسل ومخرج المسلسل ومنتج المسلسل والكاست بتاع المسلسل كله قال النهايه حزينه، النهايه سوداويه. فين النهايه السوداويه اللي هتحصل؟ انا عايز اعرف فين النهايه السوداويه اللي هتحصل. هل البروفيسور هيموت؟ تمام، بس لو البروفيسور مات وانتوا هربتوا فدي مش نهايه سوداويه، ده زفت، ده نهايه زفتيه، والله زفتيه. لان مش من الطبيعي ان حراميه وان مجرمين يهربوا في الاخر ويعيشوا والمسلسل يخلص بكل سلام وامان والناس تستريح وتبقى فرحانه. ده زفت، ده نهايه زفت لو حصلت. بعد كده بقى نشوف ان الحكومه وان الجيش دخل البنك خلاص واقتحم البنك من كل حته فيه، من تحت ومن فوق، يمين من الشمال من الشبابيك، وبيمسكوهم كلهم. طب اللحظه دي هل بعد ما البروفيسور جه ولا قبل ما البروفيسور يجي ولا البروفيسور مشي وهرب واللي كانت بتجري دي كتمويه؟ بس طبعا لا، لان احنا بعد كده شفنا ان كلهم اتمسكوا. بعد كده بقى ناخد بالنا من برلين. حشو في المسلسل قشطه، حشو فلاش باك بعد ما مات قشطه، حشو في الجزء اللي بعده اصلا ما كانش متوقع ان ده هيحصل ماشي، حشو في كل التريلرات بتاعت المسلسل. في ايه يا برلين يا جدعان؟ لما هو جايب ريتش كده موتوه من الاول ليه؟ يعني الكاتب كان يتشل في ايده قبل ما يموته. والله مش عارف ليه حاسس ان برلين هيطلع عايش، انا والله ما عارف يعني، حاسس ان هو اللي هيخرجهم من الورطه دي كلها وهو اللي هينقذهم من كل اللي هم فيه في اللحظه بتاعت الجيش اما دخل. حاسس، والاحساس الاكتر والاكبر من كل دوت ان برلين يطلع عايش، ان في الاخر برلين يقول لهم اهربوا انتوا وانا هضحي بنفسي، ويموت بجد بقى، يموت بجد. فهل دي بقى النهايه المأساويه اللي انتوا بتمهدوها من موسم واحد؟ هل دي بقى النهايه المأساويه اللي انتوا بتمهدوا لها من بعد موت برلين؟ ان كل شويه فلاش باك فلاش باك فلاش باك، وبعد كده بقى تطلعوا لنا برلين بقى بعد ما اتعلقنا بيه مثلا فيموت بقى بجد بقى، واحنا بقى كده نزعل وهي الحراميه هربت. طب ما كله هيسرق يا نتفليكس، ما تفكريش تاني، ما تفكريش والله لو حصل. طبعا نيجي بقى اللقطه كده خنقتني والله في التريلر ده، دنفر وستوكهولم في ايه؟ عرفنا انتوا عارفين ان انتوا بتحبوا بعض، عارفين بتموتوا في بعض، دباديب مع بعضكم، في ايه؟ طيب انتوا دلوقتي ناس بتموت، الجيش داخل عليكم، اهربوا، الناس بتموت يا جدعان، حرام عليكم امشوا. لا هي تقول له انا بحبك، انت اغلى شيء في حياتي، انت روحي، انت نبض قلبي، انت في ايه يا ستوكهولم؟ في ايه يا ستي؟ مش حته تتحط في تريلر دي والله، يعني المشاعر دي في المسلسل مش في الحته دي. بعد كده شفناهم بيسيحوا الذهب، تمام، دي حاجه حلوه مبشره ان هو ممكن يعني يسيحوا الذهب ويستفادوا بحاجه. وبعد كده بقى شفنا ان خلاص الجيش كله بعد ما اقتحم المكان مسكهم واحد واحد ويجرجر فيهم ويرموهم على السلالم، وبعد كده قعدوا ويصوتوا ويصرخوا. طب اللقطه دي هل هي هتبقى حقيقه ولا هتبقى حلم؟ يعني البروفيسور ممكن يكون بيحلم، ممكن. الهبد مش بفلوس يا عم، اهبد يا عم اهبد، ما هو المسلسل هندي والله. تخيل معايا بقى كده تطلع مثلا طوكيو عايشه، تمام، وده كله تمويه، انا مش عارف. طب تخيل بقى ان برلين فعلا يطلع عايش وهو اللي يهربهم، تخيل بقى تيجي حته تضحيه كده والبروفيسور يضحي بنفسه عشان هم يهربوا، يبقى كده زي اخوه وزي طوكيو وكلهم زي بعض. عموما في النهايه ان دي كانت ابسط تحليل للتريلر اللي نزل للا كاسا دي بابل المجلد الثاني سيزون 5 اللي هينزل يوم 3 ديسمبر، يعني يعتبر بعد شهر تقريبا. فبجد رسالتي لنتفليكس، ما تفكروش، لو اللي في دماغي ده صح ما تفكروش،
يعني مش هينفع تهربوهم، ومش هينفع اصلا تعملوا فلاش باك تاني لبرلين، يعني مش هينفع. ومش هينفع برلين يطلع عايش، ومش هينفع تعملوا حته تضحيه ان البروفيسور يموت وهم يهربوا. دي مش نهايه، كده غلط، كده غلط، دي مش حاجه حلوه يعني بصراحه. بس وده رايي في التريلر، وانت لو عندك راي تاني قوله في الكومنتات. كده يعني كده احنا عارفين ان هو هندي، بس يلا مستحملين والله عشان خاطر الاسبان، اخواتنا برشلونه واخواتنا المدريديين. السلام عليكم.